تعالوا أعرفكم على نفسي. لا مش أنا، البنت اللي هناك دي عندها 10 سنين واسمها ليلى. ودي المشاعر اللي جواها: غضب، خوف، حزن، فرح. كل واحد فيهم ليه دور مهم في حياتها. تعالوا نتعرف عليهم. أهلا بيكم في عالمي اللي جوه دماغي. كل واحد فينا هيعرف نفسه بشكل أحسن. أنا الفرح، أنا الضحكة الحلوة اللي بتطلع من القلب واللعب والهزار اللي ما بيخلص. مهمتي إن أخلي ليلى دايما مبسوطة ومتحمسة لأي حاجة بتعملها. أنا حزن، أنا مش وحش زي ما الناس فاكرة. أنا اللي بخلي ليلى تحس بنفسها لما تكون زعلانة أو محتاجة حد يطبطب عليها. أنا ببساطة اللي بيفكرها إن من حقها تزعل وتعيط. أنا الخوف، أنا البطل اللي جوه ليلى. أنا اللي بحميها من أي حاجة ممكن تكون خطر عليها. أنا الصوت اللي بيقول لها خلي بالك، فكري كويس. أنا الغضب، أنا مشكلة ناس كتير، بس أنا في الحقيقة اللي بساعد ليلى إن هي تعرف في حاجة غلط بتحصل معاها وإزاي إن هي تقدر تدافع عن نفسها. كل واحد من دول عنده مغامراته الخاصة ومهمته يوصل ليلى لبر الأمان. مستعدين تشوفوا إيه اللي هيحصل معاهم؟ أنا نازلة يا ليلى وهرجع آخر النهار. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. حاضر يا ماما، مع السلامة. ايه ده؟ البيت هادي قوي. انا هعمل ايه طول اليوم ده؟ أنا جاتلي فكرة حلوة جدا، يلا بينا نولع الدنيا في المطبخ، يلا نعمل أحلى بيتزا في العالم. ايوه، انا متحمسة جدا. بس ايه لو فشلت؟ أنا مش مطمن خالص. البيتزا دي صعبة جدا. ممكن العجينة ما تطلعش مظبوطة أو تقع مننا، أو الفرن يسخن زيادة ويحرقها. يا ليلى بلاش، خلينا في حاجة أسهل. لا، مش هخلي الخوف يوقفني. انا هعملها. بس يا ربي، الموضوع ده شكله عايز مجهود. انا زهقت اصلا قبل ما ابدأ. أنا زهقت من التفكير في الأكل، أنا عايز ألعب، مش عايز أعمل أي حاجة. ولو عملنا بيتزا وفشلت أنا هتضايق قوي. بس انا عايزة افاجئ ماما، وعشان افاجئها لازم اعمل حاجة من قلبي. طيب نفترض طلعت حلو، هي ماما هتكون مبسوطة بجد؟ أنا خايفة تكون عاملة دايت أو ما تكونش عايزة تاكل بيتزا أصلا. يا ريتنا كنا اشترينا حاجة جاهزة. لازم اسيطر على مشاعري دي. انا هقدر اعملها. الفرح هيديني الحماس، الخوف هيخليني اكون حريصة، الغضب هيديني القوة اللي احتاجها، والحزن هيخليني اشتغل من قلبي عشان تطلع احلى بيتزا في الدنيا. مش كفاية خميرة؟ زوديها شوية، وخلي بالك العجينة ما تلزقش في ايدك. يلا نعمل بيتزا، يلا نعمل بيتزا، هناكل أحلى بيتزا. لازم الصلصة تتوزع كويس على كل حتة في العجينة عشان تكون غنية وطعمها حلو. ودلوقتي جه وقت الألوان، فلفل أصفر وفلفل أحمر وزيتون أسود. بلاش نحط كتير عشان ما تبوظش الطعم. أنا مش مطمن خالص. إيه اللي يضمن إنها هتستوي كويس؟ إيه لو العجينة ما طلعتش ذهبي؟ أنا قلت من الأول إن الموضوع ده خطر. ما هو طول ما انت بتشتكي وتخوفها أكيد هتتلبخ وتعمل حاجة غلط. انت السبب لو البيتزا دي فشلت. بس ايه الكلام ده؟ هتفشل ازاي؟ ده انا حطيت عليها اجمل الوان، اكيد هتطلع تحفة. يا فرح، الألوان مش كفاية، انت بس اللي كنت بتغني ومبسوط واحنا اللي كنا بنشتغل بجد. انا حاسة ان البيتزا دي ناقصها حاجة. شفتوا؟ حتى الحزن بيقول كده. أنا خايف ليلى تزعل لو فشلت، ساعتها كلنا هنبقى في مشكلة. لا، انا هتخانق معاها لو طلعت مش مظبوطة. ده بسبب انها ما سمعتش كلامي كويس وهي بتعجن. كفاية كلام سلبي، البيتزا دي معمولة بالحب، اكيد هتطلع تحفة. الحب مش بيخمر العجينة يا فرح.
الريحة دي بتقول خلاص ان هي قربت تستوي. انا حاسة انها خلاص ممكن تكون استوت. اما بص عليها كده، انا لازم ادوقها الاول عشان اتأكد. ياه، دي طعمها تحفة. انا مش مصدقة انها طلعت حلوة كده. مش أنا قلتلك إن هي هتطلع حلوة جدا؟ تمام، أنا كنت قلقان بس عشان تطلع مظبوطة. الحمد لله. أنا أعترف إن هي طلعت حلوة، بس ده بسبب قوتي أنا في العجن. بس كويس إنها طلعت حلوة عشان ما تضايقش. طيب أنا مبسوطة إنها طلعت حلوة بجد. أنا رجعت يا ليلى يا حبيبتي. أنا عارفة إن اليوم كان طويل عليكي. اهلا يا ماما، انا عندي ليكي مفاجأة. ما تدخليش على طول المطبخ. مفاجأة؟ إيه هي؟ تعالي معايا بس انا هوريكي. ياه، دي ريحة بيتزا. إيه ده؟ أنت اللي عملتيها يا ليلى؟ ايوه، دي مفاجأتي ليكي. انا دقتها وطلعت تحفة بجد؟ أنا لازم أدوقها دلوقتي. يا ليلى، دي أحلى بيتزا أكلتها في حياتي. أنا بجد مش مصدقة إنك اللي عملتيها لوحدك. بجد يا ماما، عجبتك؟ جدا، طعمها تحفة، أحلى من اللي بنشتريها من بره كمان. أنا فخورة بيكي جدا.